برضه. انا مش هتغلب تاني. 1-0. برافو برافو. مين هداف الاهلي؟ انا لا اتهاون. حلوه المتصدر دي. هو اسمه تقريبا حاجه من حرف واحد. والله العظيم عجباني دماغك قوي. حبايب ابو العز الجمال، اهلا بيكم في حلقه جديده وخاصه جدا وبمناسبه نهائيين دوري الابطال. كابتن عزيز وفورموست ماج عاملين لكم حلقه الابطال. ضيوفنا النهارده ابطال برضو، وقعدوا كلهم يترجوني نعمل حاجه معاك يا ابو العز. ابوس ايدك يا كابتن عزيز نطلع معاك. طبعا عايزين يستفيدوا من شهرتي ونجوميتي، خصوصا قناتي على اليوتيوب الاكبر في التاريخ ب 8000 مشترك. الله سقف الكابتن عزيز. وانا بصراحه ما حبيتش اكسفهم. رحبوا معايا من اليمين للشمال باسطوره وملك المحللين احمد عز الدين. اهلا وسهلا. اهلا. واللي صوته في اي اعلان قدامي يوسف التهامي. كابتن عز. ونجم نجوم اف ام واللي بقاله فتره كعميد ما نزلش محتوى جديد. اخص عليك يا يوسف. حبيبي يا كابتن عزيز. نكمل المقدمه. النجم التلفزيوني اللي مفيش حد مش بيحبه، الشاطر الخلوق الكيوت هاني حتحوت. احلى حاجه في قناه صدى البلد حبيبي. والبوزيتيف انرجي وواجهه التقديم الرمزي كريم. كريم رمزي نجم اون تايم سابقا والقناه الاولى حاليا وكوره بلس. اهلا بيكم ويلا بينا. والفقره الاولى وجاس هو او لو تعرفوه. يلا يا شباب جاهزين؟ جاهزين. يلا يا بيه. يلا بينا يا ابطال. يلا يا باشا. يلا بينا. يلا بينا. والسؤال الاول، مين اللعيب اللي السنه دي كسر ريكورد جديد وجاب 3 هاتريك مع 3 فرق مختلفه في اوروبا؟ احمد عز الدين. انا متهيألي هو هالاند، او يمكن مش هالاند، يمكن حاجه كده زي روبرت ليفاندوفسكي مثلا. الله الله الله. انت لازم تختار واحد فيهم. اختار يا بيه، انت هتختار واحد احنا هنختار التاني. بالظبط. انا هختار روبرت ليفاندوفسكي طبعا. ده جايب هاتريك في بروسيا مع بروسيا دورتموند في ريال مدريد يعني، فيعني فاكرها من زمان. انت بتحارب من السيزون بتاع جوزيه مورينيو، وانا فاكر الهاتريك ده معلم فيا قوي لحد دلوقتي والله يا كابتن عزيز. يا سلام يا موسوعه. والله العظيم. احلى حاجه في عز مش انه موسوعه بس، وانه نزيه في لعبه. حبيبي والله. نزيه في لعبه. انا مش هتغلب تاني. بطرق مشروعه او غير مشروعه. الراجل ده كسبني. طب عشان تبقوا عارفين بقى للساده المشاهدين. أيوة. للساده المشاهدين بقى، محترم يا كابتن. حصل حاجه كده قبل التصوير قول يا كابتن. والاجابه بتاعت اول سؤال اتسربت، بعد كده ما حدش هياخد ابن الميلاد. الله. ما حدش. مزاح. انا كنت عارف ان ده هيحصل، بس حبيت اقول للمشاهدين المعلومه. انا لو بدك اقسم له نقط الدور اللي جاي. خير يا كابتن. يا اخي عيب عليك يا اخي. يا اخي عيب عليك، ده انت صاحبي من 2007. خير يا كابتن. يلا يلا عزيز، حاول تحكم ماتش الفاينل بتاع افريقيا. عينيا والله. ده انت هتبقى قمر. خدني معاك. يلا كيمو انت مش رايح المغرب؟ يلا تعالى معايا. خدني معاك بقى. معايا. نفسي بقى في السحر الاسود بقى. نفسي دلعوني بقى. والسؤال الثاني، مين اللعيب اللي كسر ريكورد ليونيل ميسي بانه يكون اصغر لعيب يجيب 40 جون في الشامبيونز ليج السنه دي؟ هاني حتحوت. كيليان امبابي. واجابه صحيحه 1-0. برافو 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 برافو. هايل. فعلا امبابي جاب الهدف ده عند سن 23 سنه و316 يوم. صح. برافو يا هاني حبيبي. يلا. والسؤال الثالث، مين اللعيب اللي السنه دي كسر رقم ستيفن جيرارد بانه يجيب اكتر من 42 هدف في الشامبيونز ليج؟ كابتن. مين ده الاول؟ كابتن. هاني. قول يا هاني. محمد صلاح. الله الله. فخر العرب. فخر العرب هاني حتحوت. 2-0. هايل هايل هايل. يا زيزو سامع ركبك بتخبط. لا خالص والله العظيم 3. يلا بينا. متعود. يلا بينا. السؤال الرابع، مين بمناسبة انتر بقى وسيتي، مين اللعيب اللي جاب اهداف الشامبيونز ليج فاينل 2010؟ جو صح صح. الانتر صح؟ دييجو ميليتو. برافو. 2-1. يلا في كامباك بتحصل اهي. رومونتادا تطبخ على نار هاديه. نار هاديه ايه وريمونتادا ايه؟ هما 2-1 لسه بدري. انا بس ايام ما بحمسك عشان تسخن. انا اسخن من ابريال. يلا. هو كسر. شباب بقول لكم ايه، فاكرين بدايه فيلم الناظر لما كان بيقول لهم مين هو مقاول السيراميك؟ فاكرين دي؟ فاكرينها؟ يلا نسمع السؤال ده. يلا. بمناسبه اسطنبول، ففي اخر نهائي لاسطنبول في 2005 الكامباك العالمي ليفربول 3-3 مع ميلان كلنا فاكرينه. صح. انا بقى عايز حد يقول لي
قبل الكامباك مين جاب الجون الثالث لميلان في الشوط الاول؟ زيزو. شكلك دوست تفاصعه. لا مش تفاصيل ولا حاجه، ان شاء الله يطلع هيرنان كريسبو. الله، حلوه 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 الاسيست بتاع كاكا يا جماعه، حلوه ده حلوه احلى حلوه اسيست في التاريخ يعني. حلاوتك يا زيزو. حلوه حلوه. يبقى جيل كده كامباك أهو. كده الاتنين اتنين. اديني في القديم تلاقيني شغال كده معاك. كامباك زي معجزه اتاتورك. 2-2. ونخش على السؤال اللي بعده. منور يا يوسف. جاي لك دلوقتي. طيب دي عايزه ذاكره بقى. مين الفرق اللي كانت مع مان سيتي في دور المجموعه السنه دي؟ لسه مذاكرها امبارح. طب دوس. سقطت والله. حد ناوي يدوس؟ طب واحنا لازم نقول الثلاث فرق ولا لو قلنا حاجه نلطش نقط يعني لو هم ما قالوش؟ لا انا مش عامل اوكازيون هنا، يا ما هو- تقول الثلاثه صح يا هم ما تاخدش حاجة. قالوش، ما افرض ما قالوش هم. لا لازم المجموعه كلها معروفه. اه يا حد يقول الثلاثه يا ما حدش ياخد نقطه. طب لو احنا جبنا 2 وهم جابوا واحده؟ لا 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 خلاص ما حدش هياخد نقطه. الاجابه الصح كانت سيفيا، دورتموند، وكوبنهاجن. سيفيا كان معاهم في مجموعه صح. والسؤال اللي بعده، مين يا جماعه اللعيب اللي في النهائي بتاع دوري ابطال اوروبا هيكون الوحيد اللي لعب للناديين؟ مين داس الاول؟ جيكو. صح. مين اللي داس؟ انا انا اللي دوس. انا يا كابتن عزيز، انا كريم رمزي يا نصاب يا الفار. زيزو ولا كريم؟ انا اللي دوست، جو اللي جاوب. زيزو اللي داس. هو اللي داس وده اللي جاوب. خلاص ينفع؟ خلاص. انا اللي دوست وده اللي ينفع. جاوب وجيكو اللي لعب. معلش يا هاني معلش يا هاني هنسامح، ولا هتحسب لهم برضه تمام. طالما واحد داس واحد جاوب. تمام. احنا كده كسبنا الفقره. يلا ماشي يا زيزو، خلاص خدت النقطة الثالثة أنت ويوسف، دي وكده كامباك بقى. 3-2. الكامباك بيكتمل. برافو برافو ما برافو. تسقفش، مش عايز منك. يلا تعالوا نركز أفريقي بقى شوية. يلا. طيب مين الهداف لفريق الوداد الموسم ده؟ دوس سامبو. صامبو. الله، إجابة صحيحة. 4-2. ريمونتادا الجرفة دي أكيد بتكتمل. عامله شغل. بولي سامبو فعلا وجايب 7 أهداف لحد دلوقتي. هاني وكريم صحصحوا معانا. يلا بينا هنكمل. السؤال اللي بعده، مين هداف الأهلي في دوري أبطال؟ أنا قلت كابتن. حاجة ثانية واحدة. لما اخلص السؤال انا لا اتهاون ولا اتسامح ولا اتزعزع المكتب ولا هيكسر. اتمنع. مننا. ايوه بقى، انا ممكن اظفر لساني. بس اهدى شويه. خلاص حاضر ايه؟ حاضر. مين هداف الاهلي السنه دي في دوري ابطال افريقيا؟ هنا. ماشي هنسيبها لكريم، ماشي هنسيبها. يلا يمين. كهرباء. الله برافو. 6 اهداف فعلا. معلش. 4-3. وواحد سؤال كده زملكاوي بره المنهج، وبنقول في مشوار الزمالك السنه دي في دور المجموعات مين اول لعيب جاب جول للزمالك؟ هو هاني دايس اهو. لا الجزيري. برافو برافو يا يوسف. صح. برافو يا يوسف. الاجابه غلط. ايوه ماتش. غلط. ايه؟ اقول انا. ازاي؟ أقول أنا؟ احنا بقى يلا قول يا هون، قول يا هون. زيزو. غلط. حلو. كان مين؟ خلاص انتهت. محدش ماتش استفاد من الترجي هنا السؤال. في مصر. الاجابه الصحيحه هو سيف جعفر في فوز 3-1، كان هو اللي جاب الجول الاول. ايوه صح 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 صح. يلا يا شويه اصفار ونكمل اسئلتنا. وخلوا بالكم معايا يا جماعه، خلي بالك يا هن، خلي بالك يا زيزو، خلي بالك يا جو، خلي بالك يا كراميلا، خلوا بالكم كلكم ان السؤال ده ليه اجابتين صح. اوكي يلا. يلا، مين اكتر واحد عمل اسيستات في الموسم ده في ابطال افريقيا مع الاهلي؟ هاني حتحوت، بيرسيتاو. دي واحده من الاجابات الصح. برافو 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 برافو. 4-4. ريمونتادات رايحه جايه. وبالمناسبه في واحد تاني؟ وبالمناسبه الاجابه الثانيه الصحيحه كانت علي معلول، 5 اسيستات زي بيرسيتاو. برافو برافو برافو. الماتش اللي فات. السؤال الاخير في لو تعرفوه، وبمناسبه بقى المنكش التحكيمي اللي الناس عماله تتكلم عليه، مباراه كازابلانكا مين هيكون الحكم فيها؟ يا هاني سيبه. مملكة سيما. صح كده. الله 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 يا شطور. بحبك يا هاني. بحبك يا هاني. يا هني يا هني يا هني يا هني يا هني يا هني يا هني. ونخلص الفقرة دي على سكور 5-4. حبيب قلبي. ويلا بينا على الفقرة اللي جاية وكمل كلامك.
ونلعب الفقرة التانية وكمل كلامك. وكمل كلامك هنا بالعرف المعتاد هي فقرة هانج مان، يعني كل فريق هيخمن حرف لحد ما يوصل لاسم اللعيب أو ما يجيبوش، وعلى أساس ده هنلم النقط. جاهزين يا شباب؟ جاهزين. يلا بينا. يلا بينا. نبدأ بالفريق المتصدر هاني وكريم. الله، يلا بينا. حلوه المتصدر دي طالعه من بقك زي العسل. حبيب قلبي يا كيمو والله. كل يلا عشان بينا. فوتت له اللقطه. بس يا زيزو يا حقود، يا زيزو يا حقود. هاني وكريم قدامكم عدد الحروف وهي زي ما هي ظاهره قدامكم على الشاشه. نبدا بقى نخمن. يلا الف. الف. يلا صح. اللعيبه. ميم. صح. محمد هاني. الله. هو جامده احنا ما جامده بنخشش في جامده الكلام جامده صح؟ جامده جامده. يعني كل واحد ليه والنتيجه 6-4. وزيزو العميد الدور عليكم. الف. يلا عشان الوقت بفلوس برضه. حبيبي عيب، عايز عيب. حبيبي عايز. طيب بص هو شكله إيقاع جندوجان بس انا مش سواء بس هو في حاجه ممكن يه. ناقصة. ايه يه. ماشي. ثانية عشان لسه بتخلص. صح. جندوجان إيقاع إيقاع جندوجان الله الله جون 6-5. لا عندنا ناس شاطرين قوي النهارده. برافو 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 هو احنا برافو. عندنا على قد ايه نقدر يعني في وقت محدد ولا احنا لحد ما يبقى لنا صاحب؟ انا ومزاجي. ماشي كده. يلا والدور على هن وكريم. يلا بينا. يلا يا شباب. الف. يلا بينا. ماشي. ميم. ماشي. مين قول. كاف. غلط. اي حرف من وجه الله. يه. يه. ماشي. ايمن ايمن. ايمن اشرف. لا طبعا. اكيد بهزر طبعا. حط اي حرف هنا عشان نمشي. يلا اسرع شويه. ما قلناش حاجه. واو ما كفايه يا جماعه واو. واو. ايوب. ممكن اقول انا ده بيلعب في الوداد طبعا وش. ايوب لام. يبقى ب ولام ايوب ولام تاني. عملود. ايوه العملود. ايوه يا ولود. ايوه هتعود. الله ايوه هتعود. الباك حلوة. المتألق. والنتيجه 7-5. باك رايت. والدور دلوقتي عزوز والجو. يلا بينا نبدا التخمين. يلا ميم. ميم. يلا بينا. اصلا هي واحده كفايه عليك قوي. طيب ب. ماشي. ب صح. لو خمنت دلوقتي وطلعت غلط ضاعت مننا. طيب شين. انت معلم يا يوسف. مارسيلو بروزوفيتش. انت معلم يا يوسف. سقفوا ليوسف يا جماعه. 7-6. ايوه هي برافو. والدور دلوقتي على كريم وهاني. يا سيدي. يلا حلوين. يلا. ابداوا تخمين. ميم. ميم. ايه ده؟ لا. ايه ده؟ لا انت تسلي. الف. نلعب في المضمون. في الف. الف صعبه جدا. واحده اهي. بس. كده. يا نهار ابيض. ايه ده اسمه بلغه ثانيه شكله احنا هننزل. بس عرفت. ايه بالراحه. لا غلط. والنبي. قول اي حرف يا هاني. لا قول اي حرف. ماشي. ب. ب. يا جماعه في لا. انا باظت مني. كاف. ايه ده؟ لام. اكيد في لام. لام. شكرا يا باشا. ايه ده؟ والله. هو اسمه تقريبا حاجه من حرف واحد وفي النص الف. فاضل محاولتين. دال. ايه؟ دال. دال. يا جماعه ده طب تصدق صح. تمام. ماشي اوكي. نون. يا رب يطلع في النون. الحمد لله. 2 نون. 2 نون اصلا. يا فرج الله على الحرف الحلو. هرنانديز مبدئيا صح؟ لا قول يه. طب قول خلاص، قول يه. اسمه قول يه. طلع غلط اهو. يه. ماشي. يه. صح. يه. طب زين. صح. زين في الاخر بقى حطيها. صح. يلا في الاخر. ما بديتناش في هرنانديز ولا خلاص هي بقى. الدال لما تبقى رقم 3 بتبقى عبد سهله. عبد كذا شوف بقى. يلا يا جماعه. ايه ده؟ الاسم التاني طب وضح على الاقل. قول الحرف اللي في اول الاسم التاني مش كده. لا ما طبعا. تقوم تجاوب. فيه. فيه.
حسبي الله ونعم الوكيل. ايه ده يبقى هي يعني؟ فاضل لك محاوله واحده. انا هقوم امشي. فاضل لك محاوله واحده. كابتن يبقى عزيز هي. معلش، خلاص هي اخر محاوله. هو لو في حد قال الاسم بتاع لعيب بتديله فرصه؟ لا هو ما قالش. قال لوتارو. احنا ما قلناش الري لسه. لا هيبقى ري بقى. طب انا سمعتها. ايه صح. هي وري هرنانديز. طيب هو مش عايز ايه ده؟ ايوه رودري. هو اسمه رودري هرنانديز. رودري. واو. يا كابتن عزيز. فرج الله. كابتن عزيز والله قال لوتارو. لا هو بيتوقع معايا. بتكلم معايا انا والله ما اعلنش. والله انا بتكلم معاه. يعني مش بيجاوب. انا اسف. لا احنا بقى نتوقع في أنا فعلا. اللونج. نتوقع في اللونج بقى. توقع لي في اللونج يا باشا. توقع لي في اللونج. يلا يا باشا. وبعدين هو اسمه رودري. ايه هرنانديز دي؟ عمرنا ما قلنا ان اسمه رودري هرنانديز. انا هقوم امشي. سكور رودري يا رودريجو. بطلوع الروح السكور 8-6. دلوقتي الدور على يوسف وزيزو. والله الدنيا بتشتعل، والله كبرتوا الموضوع يا شباب، ولا ضربات الجزاء الترجيحيه. يلا ابدأوا. يلا ميم. ايه؟ يوسف دماغه حلوه، عجباني دماغك يا جو. ف. والله عجباني دماغك يا جو. طب ت. والله عجباني دماغك يا جو. طب ح. والله العظيم عجباني دماغك قوي. طيب يا جماعه حمدي فتحي. ايه ده عرفت ازاي؟ يا عمي خمنت. يا كابتن من غير ولا غلطه الكلام ده ما فيهوش بونس يا كابتن. لعيب. طق كده. يلا 8-7. بص يا هوني، بص يا كيمو، انتوا دلوقتي زي ابو تريكه هو داخل يشوط ضربه جزاء 2006، بمعنى في السكور 8-7، فانتوا لو جبتوا البينالتي دي هيبقى 9-7، فحتى لو هم جابوا الاجابه الاخيره هتبقى 9-8، فبرضه انتوا الابطال. اما لو ضيعتوها وهم جابوها فهيحصل تعادل ونخش على السؤال الذهبي. اوكي يلا فن. يلا فن. يلا يا هون. يلا يا كيمو. يلا بصوا خمنوا. زي ما توقعنا. في ناس شكلها عرفتها صح. يحيى عطية الله. الله. وانزل لي بمزيكة دوري الابطال. سقفة للمهدوم. سقفة عرفنا اللعبه. الله. مبروك يا هون. الله يبارك في الكابتن مبروك يا عزيز. كيمو. حبيب قلبي. هارد لك يا زوز. هارد لك يا جو. من امتى كنت طيب؟ ونخش على الفقرة الأخيرة، تحليل وتوقعات. طيب دلوقتي تحليل وتوقعات، وعايزين نبدأ بالماتش اللي هيتلعب الأول، نهائي دوري أبطال أوروبا. تمام؟ مين عايز يحلل الأول يقول لي توقعاته والكي بلايرز تو واتش من الفريق ده أو الفريق ده، لو هنتكلم عن إنتر ومان سيتي. حد يدوس الجرس عشان يتكلم الأول. ماشي. ممكن لو هنتكلم على، عايز تتكلم على الشامبيونز ليج؟ ماشي. لا دوسوا كويس، انت مش في ذا فويس هنا. اهو. حلوه، خليك ايوه كده. طيب لو هتتكلم على يلا يا يوسف. الشامبيونز ليج بتاعت اوروبا، يعني عندك ماتش السيتي والانتر. انا شايف الصراحه، وانا عارف ان هم الكباتن كلها هتختلف معايا، انا شايف ان الماتش مش هيبقى صعب، يعني مش نهائي، ممكن ما يبقاش، هيبقى اون سايد جيم، لان مع ان انتر عنده نص ملعب مش بطال، ولكن هو بيلاعب فريق وصل للكمال الكروي لدرجه ان مدربه بيقدر يعمل خطتين ثلاثه باستراتيجيز مختلفه بنفس ال11 اللي موجودين في قلب الملعب. يعني دايما انت عشان تغير الاستراتيجي بتاعتك لازم ان انت هتستخدم الكروت اللي معاك بره. لا، هو الراجل جوارديولا وصل لحته معينه مع الفرقه دي بالكيمستري اللي عملها، قدر ان هو يوصل ان هو يقدر يغير الاستراتيجي في قلب ال 90 دقيقه. فانا اعتقد هيبقى في صعوبه كبيره جدا على الانتر ان هو يجاري سيتي. وانا عارف ان الراي ده ممكن الناس تقول لك برضه نهائي وهم 90 دقيقه ممكن يخطفوا، اكيد الانتر، يعني الانتر خرج من مجموعه صعبه بس القرعه خدمته في الادوار الاقصائيه. فانا اعتقد لان سيتي هيحسم الماتش، يعني مش هيبقى ماتش ممتع، مش هيبقى فيه سجال، هو هيخلصوه بدري الصراحه. يعني ما انا متوقع، يعني شايفه ماتش 3-0 وحاجات كده. شايفه 3-0 بالظبط كده. اوكي، ربنا يهد السيتي برضو. بالظبط. انا ما بحبش الاحتكار والظلم وحش. يلا زيزو. يعني زيزو. على فكره مش مختلف خالص والله مع يوسف. في يعني ناس بتبقى حته الاولى ده نهائي اصله، انا عارف، اصل هو ماتش واحد، وماتش واحد انا لو ترست لك ال10 في جوه الجون بتاعي يمكن اعدي منك، صح. يمكن افلت يعني.
اطول الماتش. بس هو بصراحه فعلا هي الفرقه بتاعت سيتي دي هي اقوى نسخه لبيب جوارديولا من النسخه بتاعت برشلونه. ربنا يهده. يعني حتى النسخه بتاعت بايرن ميونخ، النسخ اللي فاتت بتاعت سيتي كلها لا هي مش بالقوه اللي مخليه كل الماتشات شكلها وان سايد جيم كده. فيمكن انا مع ان يحصل نهائي زي النهائي بتاع ويمبلي قدام مانشستر يونايتد لما عملوا ماتش على مانشستر يونايتد يعني اكبر بكتير من المتوقع. ايوه فلا انا معاك. 2011 بتاع 2011 بالظبط. هون الله عليك عايش في دور كاظم الساهر في ذا فويس. عاجبك الجرس قوي شكلك. ايوه هديهولك كده وانت مروح ماشي. عشان انت حبيبي، بس بشرط طلعني معاك في صدى البلد. تعالى يا نهار ابيض. يبقى هي دي الله. مبيوعة. ظبطت اهي. واضحة. هتلعب يا ابو العز. أوكي. هتلعب يا ابو العز. مطبوخ. وادي شهاده اهو، هاني بيعزمني عنده في صدى البلد. تمام. ده تنور وتشرف. يلا توقعاتك يا كابتن هاني. والله انا مش هختلف في انه الماتش نظريا ويمكن عمليا على مستوى الاستحواذ ممكن يوصل ل 80-20 مثلا لمانشستر سيتي. هيبقى عباره عن فريق بيهاجم وفريق بيدافع، لكن شايف انه التحولات للانتر ممكن تبقى مقلقه بالنظر لانه لوتارو مارتينيز ولوكاكو لما تعرضوا للضغط بتاع ميلان وكانوا هم الفريق اللي بيدافع بعد ما تقدموا ويعتبر حسموا الماتش، عملوا تحولات كانت بتهدد ميلان، كانت ممكن تزود النتيجه كمان. فاعتقد ان الماتش مش هيبقى سهل. الاولويه طبعا لان ميلان يعني مانشستر يكسب في الاخر، لكن مش هتبقى بسهوله. خط وسط سواء كالهانوجلو او بروزوفيتش معاهم الاثنين اللي قدام مارتينيز ولوكاكو، مع الطرفين كمان سواء دومفريس او دي ماركو. اعتقد ان هيصعبوها يعني على مانشستر، لكن اتوقع ان مانشستر اللي هيكسب في الاخر. وايه رايك يا كابتن كريم؟ بص هاني بصراحه لخص الموضوع بشكل كويس جدا، بشكل محترم جدا. جو كمان وعز كانوا قالوا كلام مهم جدا. هو المختصر المفيد انه السيتي في ماتش الانتر هيدوس على وش الانتر، هيدوس جامد يعني، هيفتري عليه، مفيش رحمه ليه. حتى الجمله الحلوه اللي قالها هاني بتاعت التحولات بتاعت لوكاكو لوتارو مارتينيز، ده فينيسيوس وبنزيما ما عرفوش يعملوا تحولات. فهي الفكره انه السيتي نفسه اتغير، نسخه السيتي زي ما عز قال بتاع بيب جوارديولا اتغيرت. لو كنت دايما بتراهن على فكره انه هيبقى عنده مشاكل في الدفاع وانه بيهاجم وبينسى الدفاع، دلوقتي ما بقاش عنده مشاكل في الدفاع. بتراهن بيب جوارديولا هيبقى عنده اوفر كوتشنج وهيعمل لقطه، ما بقاش يعمل لقطات ولا بيتفلسف. فالامور كلها ميسره للسيتي. الانتر اعتقد انجاز عظيم جدا ان هو يوصل للدور النهائي، بس ما كانش يقدر يعمل اكتر من كده، والسيتي بسهوله هيكسب الانتر. ده حقيقي. عايز اضيف حاجه بس، نرجع ونقول للسيتي ربنا يهدهم يا هاني. ربنا يهدهم. ما هو بقى بمناسبه ربنا يهدهم دي، هي ده الفرق ما بين انتر وريال مدريد من وجهه نظري في مواجهه مانشستر سيتي. ان انتر هيحاولوا يهدوا السيتي، هيقعدوا يضربوهم، هيبقى ضرب رهيب يعني في الماتش ده، بعكس ريال مدريد ما كانوش بيعتمدوا على ده، فده ممكن يصعبها شويه على سيتي. وريال مدريد كان بيدور على كوره شويه، آه يعني قصدي بالظبط، كان عايز بالظبط. يطلع باللعب بتاع بالظبط. انتر. انتر هيقعد يضرب بقى. في النظريه بتاعت اللي هي اسمها دلوقتي بقت قريبه قوي، اسمها كوره شون دايش كده، اللي هو هنحط ال10 لعيبه على القوس بتاع الفي بتاع الجول، يعني ارسم كده في من على الجول كيبر من على العرضتين، ال10 واقفين هنا وطلعني. ايوه بس هو فعلا سيتي قوته الرئيسيه دلوقتي ان هو عايز يلعب جيم دفاعي بيلعب، عايز يلعب جيم هجومي بيلعب. وبعدين عايز اقول لك على حاجه، حتى هو الفكره كمان بتاعت بيب جوارديولا، هو الناس اللي هو زي القصه بتاعت الاوفر كوتشنج، هو اللي بيعمله دلوقتي هو في اوفر كوتشنج اكتر من ان انا بلعب من غير باك يمين وباك شمال في الملعب. بس هي بس هو الاوفر كوتشنج ساعات بيضرب في وشك، وساعات بيكون هو سبب عظمتك، هو في اغلب رحلته هو سبب عظمتك. طب انا عندي سؤال اخير جدلي بخصوص اوروبا. هل لو السيتي خد التريبل وكسب هيكون اعظم نادي في تاريخ البريمير ليج في اخر 30 سنه؟ اعظم من ارسنال 2004؟ اعظم من يونايتد 99؟ سؤال جدلي احب اسمع اجابته. بص لو انت جيت لواحد بيشجع مانشستر يونايتد زي حالاتي فهيقول لك لا طبعا جيل 99 دوت وما بعده ده اهم جيل في تاريخ الكوره يعني في حياتي يعني. تمام، لان وراه قصه كمان. طبعا طبعا اليكس فيرجسون بقى الجيل خده من تحت، فاهم. بس بصراحه وبعيدا عن النوستالجيا، مين اللي فعلا اتقل؟ انا بميل لاي حاجه تخص جوارديولا. يعني طبعا فيرجسون اسطوره وابو المدربين يعني، لكن انا بحس انه العبقريه بتاعت ان انا بكون بافكاري انا، مش بفكره ان انا بسيطر بس، لا فكره ان انا بعمل افكار وبسيطر بيها وبتدرج في الطموح لغايه ما اوصل للكمال زي ما بنتكلم. دي انا الفرقه دي
مبهره بالنسبه لي باللي بتعمله حقيقي. بطريقه توصلها للفاينل بالشكل ده. فلو ربنا كسبوها يهده. اعتقد ان ممكن يستاهلوها يعني عادي. ربنا يهده، متهيألي- نرجع ونقول ربنا يهده. متهيألي هو لو الفرقتين لعبوا بعض سيتي تكسب دلوقتي، سيتي يكسب صح يا بس زيزو. لو انت بتتكلم على القيمه الاكبر اعتقد طبعا صح. بتاعت فيرجسون، لان ما تصرفش فيها فلوس كتير، هي برضه فيها صح. جزء كبير من التعب. المهم كمان ان 99 ده كان بدايه تتويج فكره ان مانشستر يونايتد النادي المتوسط بتاع انجلترا بقى نادي كبير، وبقى نادي كبير في اوروبا مش بس كبير في انجلترا خلاص. فبالتالي انت وفيرجسون بقى اعظم اسطوره، وابتدت الرحله تبقى مختلفه. فانت هنا عملت نقله نوعيه، بينما مانشستر سيتي هو في الاول وفي الاخر غير الصرف الكبير اللي حصل، هو المشروع بادي من فتره قبل بيب جوارديولا، وكانوا كسبوا الدوري الانجليزي مع مانشيني وهكذا يعني. صحيح هو ما كسبوش تشامبيونز ليج قبل كده، ده اول مره يكسبوا تشامبيونز ليج. انت كسبتهم خلاص يا معلم. كسبتهم. ما انت مش هو السؤال مبروك كده. يا بيب، مبروك يا بيب. ايه ده؟ انت مش هو ده السؤال. لو كسبوا هيبقوا لو لسه ربنا يهدهم. انه خلاص تمام يلا نجاوب. لا 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 ربنا يهدهم، ربنا يهدهم. طب انتر هيكسب وهيبقى السؤال ده كله ملوش لازمه، يبقى شيله في المنتزه. يلا ماشي، حلو برضه، فكره حلوه، فكره حلوه. نخش على ابطال افريقيا، نبدا بمين؟ بالعميد بقى من عندهم خلاص. يلا يا هون. انا ماشي. والله بشوف ان الاهلي بيمر بمرحله فنيا جيده جدا. يمكن الهدف اللي اتسجل فيه في الدقائق الاخيره هو اللي اربك شويه الحسابات، لكنه في النهايه رايح للمغرب وهو برضو متقدم. بصفها بان هو متقدم مش بجول، بنص جول، لان هو متقدم، بس لو جه في جول فهو بقى اسمه متاخر مش متعادل. فبالتالي التقدم ده مهم ان هو يديك حسابات ان انت عندك كذا سيناريو تلعب عليه. من ساعه ماتش سان داونز في افريقيا هناك بره، وكولر بقى عارف يتعامل مع الماتشات الخارجيه سواء قدام الرجاء او قدام الترجي. هتبقى مباراه يهمنا فيها الدقايق الاولى ان الاهلي يبقى ما يستقبلش اهداف، لان هيبقى الاجواء الجماهيريه مع محتمل قبل الماتش يكون في طبيعي اجواء جماهيريه ممكن تبقى مربكه، فمهم جدا تعدي اول ربع ساعه. لكن اعتقد ان الشكل الجيد هجوميا سواء لحسين الشحات او بيرسي تاو تحديدا، ومعاهم كهربا بس اقصد الجناحين تقريبا تحديدا يعني، ممكن ان الاهلي يسجل، فساعتها المهمه تتسهل ان شاء الله. يا مسهل ان شاء الله حبيبي. يلا يا مستر كريم. انا شايف انه الاهلي برضه عنده فرصه افضل في مباراه العوده رغم الهدف اللي جه في القاهره، بس شايف انه الاهلي فنيا كويس. وده ناس دايما بتتكلم على فكره انه الاهلي واللاعب الوداد 2022 في مركب محمد الخامس ولعبه في 2017 في مركب محمد الخامس وخسر. انا شايف انه في الحالتين في 17 2022 الاهلي كانت حالته وحشه، حالته ما كانتش عظيمه. دلوقتي الاهلي فنيا حالته كويسه، والاهلي فنيا لما بيبقى كويس حصل قدام الترجي في 2012 اتعادل هنا وراح كسب في تونس في رادس، وحصل في 2006 قصه الصفاقسي الشهيره ومباراه الصفاقسي الشهيره لما كان كويس راح هناك وكسب. فانا مش قلقان على الاهلي طول ما حالته الفنيه كويسه. سيبك بقى من الظروف الخارجيه كلها، اصل الحكم، اصل الملعب، اصل الجماهير، كل الكلام ده كلام ينفع يتقال على السوشيال ميديا، لكن هو فعليا في ارض الملعب الاهلي افضل من الوداد، وان كان الوداد فريق جامد جدا يعني. عظيم. توقعاتك للنتيجه كابتن كريم؟ هناك 1-1. كابتن هاني؟ انا اتوقعها 1-1 برضو. الوداد فريق كبير قوي، بس ان شاء الله الجول اللي هيجيبه الاهلي ده ممكن هو اللي يخلص الماتش يعني. طبعا ده ما يمنعش احنا نحذر من الطرفين سواء باكين او وينجين للوداد، لان هو دايما بيلعبوا على الحته دي والعرضيات. فان شاء الله بقى التحامات ياسر ابراهيم وعبد المنعم تبقى قويه، لان ماتش الذهاب كانت الالتحامات الهوائيه من الحاجات اللي قلقت الاهلي شويه، لكن ان شاء الله التعادل وفوز الاهلي. يا مسهل. يلا يا عميد قول لنا انت توقعاتك ايه لنهائي افريقيا؟ السكور هيخلص كام؟ ومين اللعيبه الاساسيه اللي نبص عليها؟ وشايف الماتش هيمشي ازاي؟ انا مش هختلف عن كلام كريم وهاني خالص، لان الاهلي فعلا عنده كذا سيناريو بيلعب يعني. الوداد ما قداموش غير ان هو يلعب على الفوز بس، الاهلي رايح على نتيجتين بس. لو لعب على نتيجه التعادل من الاول اعتقد انه هيستقبل يعني. انا يعني اتمنى طبعا لا، ولكن اعتقد ان الوداد على ملعبه بالاجواء مش عايزين نتطرق بقى لحته التحكيم دي، ولكن هو الوداد هيقدر يسجل، ولكن الاهلي لازم ينزل يلعب على ان هو يبادر الاول انه يجيب جون. فكره ان بس الروح في مش روح انهزاميه، بس للاسف السيناريو بتاع الماتش اللي هنا خلى الناس خارجه من الاستاد وبعد الماتش خارجين محبطين، في حين ان لو كان الوداد سجل الاول والاهلي رجع جاب الجونين كانت الناس هتبقى رايحه ان احنا كسبانين في القاهره. لكن في كده فايب واصل للعيبه او واصل للاجواء المحيطه بالفرقه يعني ان لا احنا هنا رايحين بنتيجه مرتعشه.
في حين ان هي هي ريسك وكل حاجه، ولكن لازم اللعيبه تبقى عارفه ان احنا رايحين كسبانين هنا في القاهره، ولسه عندنا سيناريوهين، ولكن في الاول في الاخر انت لازم عشان تروح وتلعب وتستاهل ان انت يعني تاخد البطوله، يعني انت لازم تلعب على ان انت تنزل تجيب جون. وانا شايف ان هي ممكن تبقى رب ضاره نافعه. فريق بالظبط. زي الوداد لما يطلع ويهاجمك انت تقدر تعاقبه عادي تخطف، جدا. ده حقيقي. طب زيزو رايك ايه؟ موافقنا الراي ولا؟ اكيد طبعا. يعني اصل هو الصعب اللي في الموضوع، انا الاول في ماتش الذهاب بس المشكله يعني كانت الاهلي طمع قوي في ان هو يجيب الثالث، فالجناحين ما بقوش بيدافعوا، الفرقه بقت كلها مستنيه عايزه تهاجم، اللعيبه كلها يعني الجول اللي دخل في الاهلي بادي بان مروان عطيه وحمدي فتحي الاثنين زايدين ومتقدمين والجناحين متقدمين، فاتح قوي يعني على 2-0. وعلي معلول نايم برضه. يعني انا قصدي سيبك حتى من حاله الارهاق وعدم التركيز اللي حصلت لخط الدفاع كله بعد كده، بس انا بتكلم على ان حتى وانت وقفتك انت زي كانك رايح تجيب الثالث، ما كانش في داعي وانت اوريدي 2-0 انك تعمل كده، كان ده الوقت بتاع تدوير الكوره اكتر والاحتفاظ بال 2-0 معاك، لان دي نتيجه هتخلي الوداد فعلا مضطر يفتح. انما هي المشكله ان 2-1 دي هتخلي الوداد مش مستعجل يفتح ومش مستعجل ان هو يرمي كل الريسكات بتاعته، وهيبقى بيلعبك كمان على نقطه هي نقطه قوه كبيره قوي عنده. احنا كنا لسه بنلعب على يحيى عطيه الله والعملود، فاحنا بنتكلم في باك يمين وباك شمال صعبين، كرات عرضيه قويه، اقوياء قوي في الضربات الثابته، الاهلي مش قوي قوي في الضربات الثابته، فده يخليك فعلا بقى مجبر تعمل زي ما جو كان بيتكلم، انك ما ينفعش تنزل تلعب على انك هتلعب ورا الكوره، انت لازم تنزل تلعب على انك هتسجل. انا بمناسبه فده الاثنين الصعب دول اللي في الموضوع. بمناسبه الاثنين دول كان عندي راي ان انا شايف ان الماتش ده هيتلعب على مواجهه الشحات مع العملود وتاو مع يحيى عطيه الله. ده رايي، حاسس ان دي الهيد تو هيد اللي محتاجين نركز عليها. عكس ماتش الذهاب، في الذهاب كان متوليهم الباك اليمين والباك الشمال هاني ومعلول، بس جه الوقت بقى ان لازم انت هتلعب ورا الكوره، فحسين الشحات وبيرسي تاو هيبقى عليهم دور مضاعف انك لازم تدافع وتهاجم. بس الاهلي هي الميزه الرئيسيه ان الاهلي مؤخرا مع مارسيل كولر فعلا زي ما هاني كان بيقول، لا اتحسن، فورمه كويسه، بيلعب كوره كويسه يعني، فعشان كده انت ما تبقاش قلقان قوي، بس برضو بقيت فاهم كويس ان الماتش كان سهل قوي في ايدك وانت ضيعت جزء كبير من الموضوع. فزي ما جو وكريم كانوا بيتكلموا برضو في القصه دي، يعني انت اللي صعبت على نفسك الموضوع لليفل مخليك بقيت مضطر برضو تنزل هناك وانت في دماغك انك تجيب جون، بس تقدر تجيب جون. حبايبي، صحابي، اصدقائي، انتوا نورتوني، وكانت حلقه ابطال صحيح، كل حاجه كانت حلوه. انت البطل الحقيقي حبيبي يا هن يا جميل، مستنيك في صدى البلد في البرنامج بتاعي. ان شاء الله هتطلع معايا ان شاء الله، شرفني والله. هشهرك اكتر واكتر ان شاء الله. زوز نورتني. لا ايه شكرا. يوسف حبيبي نورتني. حبيبي يا كابتن. كابتن كريم إيه كمان نورت الدنيا كلها. حبيبي والله انبسطت جدا. بحبكم جدا وشكرا جدا. شكرا يا كابتن عزيزي ان انت وافقت على ان انا اتحايلت عليك ان انا اطلع معاك وانت وافقت. لا ما تقولش كده خالص، مش عايز اذلك قدام جماهيري بقى. لا خلاص. خالص خلاص لا عادي عادي. دعوات ابويا وامي يعني. بناقص جميله يا حبيبي، مفيش اي حاجه. انتوا نورتوني وانا بحبكم، ويا ابطال اعملوا بقى سبسكرايب لو انتوا على اليوتيوب، او فولو لو احنا على الفيسبوك، وكله يتفرج ويتبسط، وهشوفكم تاني قريب انا والابطال دول، وكل سنه وانتوا طيبين. باي باي. باي يا حبيبي.